الآن نستشهد بقوله، نرى الأمر عيانا جهارا أمامنا، نرى أناسا يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لما قاله أبو زرعة: يريدون أن يجرحوا شهودكم، فإذا جرحوا شهودكم أبطلوا القرآن وأبطلوا السنن. بالله عليكم، إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارا وغير ثقات، فمن يطمئن ومن يأمن ومن يقبل ذلك الكتاب الذي نقلوه؟ من يأمن ومن يطمئن إلى تلك السنة التي نقلوها؟ لا يمكن أبدا أن نقبل قرآنا نقله كفار، ولا نقبل سنة نقلها كفار. فلما لم يكن عندهم قرآن ولا سنة، ليس لهم إسناد واحد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم، بينما أهل السنة ينقلونه بالتواتر، جمع عن جمع. ليس لهم إسناد واحد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، بينما نحن نروي الآلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم. يكفيكم فخرا أن عندكم كتابا كصحيح البخاري 4000 حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو 2000 وعدها الحافظ ابن حجر، و4000 حديث صحيح في مسلم، وأحاديث أخرى صحيحة غيركم لا يملك. أنتم فقط تملكون ذلك. ارفعوا بذلك رؤوسكم ودافعوا عمن أوصل لكم هذا الخير، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.